لو انت شفت كل البيبيهات دي وما اشتريتش بقى انت بتضيع على نفسك فرصه مكسب كبيره. ايه ده؟ جرب تبص على الخامه دي عشان تعرف كل الناس بتشتري من عند شركه رفعت صيام ليه. مين قال ان البراندات الحلوه لازم تكون غاليه؟ شركه رفعت صيام بتبيع لكم بسعر المصري. كل التجار الخبره اللي في السوق عارفين ان الكنز مش في الكميات، الكنز دايما بيكون في الجوده اللي بيقدمها لك المنتج. الاستثمار في طفلك هو اهم استثمار ممكن تعمله في حياتك، عشان كده جاي لك من شركه رفعت صيام من قسم البيبيهات بالتحديد، لان قسم البيبيهات يعتبر من عمر يوم. فالنهارده لما تستثمر في طفلك من بدايه تشريفه ليك يبقى انت كده بتعمل مكسب كبير جدا في نفسك ومكسب كبير جدا في اولادك. عشان كده لما يجي لك طفل، او انت مثلا لما يجي لك طفل كأم تاجر عندك محل، مستثمر عايز تعمل مشروع، في اكتر من حاجه ممكن نتكلم فيها خاصه في الموضوع ده، يبقى لازم نبتدي بقسم البيبيهات لان الطفل هو الاساس. عندنا في شركه رفعت صيام ممكن نبتدي لك بمشروع صغير كده من قسم البيبيهات ينقلك حرفيا للسما، لان الحاجه الوحيده اللي ممكن تدفع فيها وانت مغمض ابنك او بنتك. النهارده في شركه رفعت صيام موسم 2026 جاي لك اقول لك الحق بص على التفاصيل دي كلها. من اهم الاستثمار بقى في قسم الاطفال زي ما اتكلمنا، عندك السلوبيتات. 2026 في شركه رفعت صيام بيقدم لك سلوبيتات بيبيهات جميله جدا بتجيلك في تقفيل محترم زي ده، عشان خاطر طبعا عوامل الاتربه والكلام من ده. في ناس طبعا ما بيكونش عندها سيطره على الموضوع ده، فبالتالي بيجيلك بشكل مميز. طبعا الخامه معامله مستشفيات زي ما انت شايف كده، الحته بتجيلك مغلفه تحفه اكتر من قطعه عشان خاطر المولود الجديد اللي ليه بسعادتك. طبعا ما بيجيلكش لون واحد ولا اثنين، بيجيلك الوان كتيره جدا، بناتي اولادي، وكمان بالكباسين، وكمان اضافات بتيجي مع القطعه. عندك مقاسات لكل سيرابيتا من دي، مقاس واحد او مقاس اثنين او مقاس ثلاثه. طبعا احنا بنتكلم في البيبيهات، فبالتالي بنبتدي من عمر يوم. تشكيله قويه جدا ممكن تبتدي استثمارك بيها علشان خاطر يجيلك مكسب ودخل اضافي. زي ما اتكلمنا الاستثمار في الطفل هو احسن استثمار. ده عينه بسيطه جدا من جزء صغير في قسم البيبيهات. اول مرحله بيعدي عليها الطفل في الوقت اللي زي ده هو طقم السبوع. طقم السبوع عندنا في شركه رفعت صيام بيجي لك ساده زي ده كده مثلا، او بيجي لك منقوش. طبعا عشان اغلب الامهات اليومين دول بيبقوا حابين يطرزوا عليه شويه تطريزات بكلام جميل، مثلا السن او يوم الولاده او الاسم او الكلام من ده، فاحنا بنوفره لك انت كتاجر، موجود طبعا بكميات. بيجي لك بقى الطقم معاه ايه؟ بيجي الطقم كده عندك اللكلوك بتاع الطفل، جوانتيات، البافيتا، وكمان التوب بتاعه اللي هو السلوبات. عندك كمان الايس كاب بتاعه او الكاب بتاعه، كمان الجزء اللي بيغطى بيه اللي هي البطانيه. بتجيلك من خامه قطن 100%، حاجات دي معالجه ضد الحساسيه والبكتيريا. كل ده شغل على ميه بيضاء، شغل مستشفيات. حتى كمان الاستثمار في الموضوع ده اهو استثمار في الجمايل. يعني ايه الاستثمار في الجمايل؟ عايز اجامل اختي مثلا او عايز اجامل اخويا واجيب له هديه، بس انا مش عارف اجيب ايه عشان انا ما بعرفش اختار في الهدايا. تعال موفر عليك بقى واوريك كمان ان انت ممكن تجيب له طقم زي ده لمولوده الجديد. طقم جميل جدا بهديه بسيطه جدا، مش هتكلفك كتير بس معناها غالي قوي عليه. طبعا زي ما انت شايف كده بيجي لك طقم مطرز شكله شيك، طبعا على حسب طفل سواء ولد او بنت. مثلا من حيث اللون بيجي لك الطقم ده كده جميل قوي وشيك قوي، ستان صغير كده معاه الترمون بتاعه، البنطلون معاه الجوانتي معاه اللكلوك بتاعه. طقم محترم قوي قوي قوي، موجود باشكال كتير. ومش بس كده، لو انت حبيت بقى فئات عمريه اعلى بطقم كامل خروج برضو موجود عندنا في شركه رفعت صيام. حلول كتير، قلت لك اهم حاجه الاستثمار، بس تيجي في شركه رفعت صيام. طبعا اهم بند في الشتاء بشكل عام سواء الاطفال او الناس الكبار ان هم يجيبوا حاجه تدفيهم بشكل محترم. عشان كده البطانيه انصحك بيها، اهم جزء في تشكيل الشتاء بتاعك. البطانيه موجوده عندنا في شركه رفعت صيام باشكال كتيره جدا، بالوان كتيره جدا. برضو هتلاقي موجوده عندنا سواء حفر او ساده، الوان وشين وش واحد، كل ده هتلاقيه بند صغير بالنسبه لك ممكن انت تكونش مهتم بيه، بس كسرعه دوران كمطلب وكاستهلاك بند محترم جدا، بند قوي جدا، ممكن يجيب لك فلوس كتير. عايز اقول لك كمان اضافه قويه جدا ممكن تفرق معاك في الاستثمار اللي انت هتعمله في نفسك، جزء الاطفال. الدخل النهارده كل بيجي لها مولود جديد تحتاج انها تجيب له كميه دخل مش منطقيه، لانه بيغير كل شويه والموضوع بيكون استهلاكي درجه اولى. النهارده في شركه رفعت صيام مصانع كتير جدا تقدر تاخد منها بالقطعه زي ما انت حابب، باللون بالمقاس اللي انت عايزه، وكمان باختيارك في الاسعار هتلاقيها موجوده مشكل. يعني هتلاقي عندك اكتر من فئه سعريه تقدر تختار منها اللي انت عايزه. عايز اقول لك كمان ان الاستثمار في الادوات او الاكسسوارات الاطفال استثمار بند مربح جدا 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 جدا، ممكن يفرق معاكي 180 درجه لو انت تاجر او انت تاجر. طبعا عندك مستله الكرسي الهزاز الخاص بالاطفال. طبعا الام لما تكون جديده اول مره يجي لها طفل ما تبقاش عارفه تعمل معاه ايه، بالنسبه ان هو عمال يعيط او يصرخ ومحتاجه انها تعمل برده احتياجاتها في الشقه. النهارده جايب لك من مستله كرسي الهزاز اللي بيجي ب4 في 1
ده تحط في الطفل تسيبيه ويفضل يهزه بالراحه كانها حركه الام. عندك ده كان بند مهم جدا، فرق مع ناس كتير اشتغلت في مجال اكسسوارات الاطفال بشكل عام، وكمان رفع معاهم المبيعات بشكل 180 درجه، وان شاء الله يفرق معاك كمان انت كتاجر. حتى اسال ايلون ماسك المجال هنا عمل معاه ايه. وفي النهايه ده كان احسن استثمار ممكن تقدمه لنفسك وانت بتشرب القهوه كده. قسم الاطفال وخصوصا البيئات من شركه رفعت صيام هو اللي هيفرق معاك سواء في حياتك التجاريه او في حياتك الاجتماعيه. سلام.